في الفيديو ده هنتكلم عن مصل الانفلونزا. دلوقتي ناس كتير عرفت أهمية وفوائد مصل الانفلونزا وبياخدوه وبيدوه لأطفالهم كل سنة، ولسه في ناس بتسأل نفسها ايه أهمية مصل الانفلونزا، وهل يعني لما اخد مصل الانفلونزا ولا لما اديه للأطفال مش هيجيلهم برد أو أنا مش هيجيلي برد؟ طيب الموضوع مش كده يا جماعة بالظبط. الموضوع هو إن مصل الانفلونزا أهميته أو دوره إن هو يقلل عدد مرات الإصابة بالإنفلونزا طول فصل الشتاء أو طول السنة عموما. طيب وإيه كمان؟ بس كده؟ لأ، مش بس كده، وكمان حتى لو أنت جالك دور برد فأنت مش هيجيلك بنفس حدة الأعراض وبنفس قوة الأعراض اللي بتظهر عليك من غير مصل الإنفلونزا. تالت حاجة إن هو كمان مش هيجيلك دور برد وياخد معاك أسبوع ولا 10 أيام زي ما كان بيحصل. يبقى هو إيه مصل الإنفلونزا؟ دوره هيقلل عدد مرات الإصابة بالإنفلونزا، هيقلل حدة أعراض الإنفلونزا، وهيقلل كمان المدة بتاعة الإنفلونزا. طيب خلينا بقى نتكلم ونعرف مين ياخد مصل الإنفلونزا ومين أهم ناس لازم ياخدوا مصل الإنفلونزا. طبعا الأطفال من سن 6 شهور، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، وكمان الناس اللي عندهم أمراض في الجهاز التنفسي. طيب الجرعة بتكون ازاي؟ طيب دلوقتي في واحد عندنا أول مرة هياخد مصل الإنفلونزا وفي ناس بتاخده كل سنة. خلينا الأول مع اللي هياخد مصل الإنفلونزا. يا إما هيكون طفل من 6 شهور فما فوق لحد 9 سنين. لو بياخده لأول مرة فده هياخد حقنة كاملة وبعد شهر هياخد حقنة تانية. لو واخده قبل كده خلاص هو هياخد حقنة واحدة. فوق ال9 سنين بياخده أول مرة عادي هياخد حقنة واحدة مش هيكررها، ده في السنة يعني. طبعا ياخد حقنة تانية السنة الجاية. طيب دي كده بالنسبة للجرعة نكون وضحناها بشكل كبير. طيب تعالى بقى نتكلم على ايه موانع مصل الانفلونزا. طيب في موانع مؤقتة، وهي ان الطفل او الشخص يكون عنده برد او سخونية، بعد البرد ما ينتهي او دور السخونية ما ينتهي ياخد مصل الانفلونزا. في موانع دايمة زي ايه بقى؟ زي ان هو يكون عنده حساسية من البيض او عنده حساسية من المصل، خده قبل كده وجاله حساسية منه. طيب ايه انسب وقت او الوقت المناسب او افضل وقت تاخد فيه مصل الانفلونزا؟ طبعا في بداية الشتاء، معك شهر 10 11 واخر اخرك شهر 12، علشان طبعا هو ده الفترة اللي فيها طبعا دور الانفلونزا بيبقى منتشر جدا، وهي دي الفترة اللي انا محتاج حماية فيها. يعني مجيش اخده مثلا في شهر 1 أو 2 مش هستفيد بيه. فلو خدته في شهر 9 10 11 يبقى كويس جدا. معاك لحد شهر 12 وهو دلوقتي موجود في الصيدليات، اسمه انفلوفاك. طبعا هو ثلاثي السنة دي مش رباعي، وده طبعا حددنا الجرعة بتاعته ووضحنا. هو دلوقتي طبعا متوفر في الصيدليات زي ما قلنا، وسعره 322 جنيه تقريبا. موجود في كل الصيدليات. يا اما تقول له مصل الانفلونزا وده الاسهل يعني، يا اما تقول له الانفلوفاك. فالاسهل انك تقول له مصل الانفلونزا ومحدش يخاف. هو مش بيتعارض مع اي شيء ولا اي تطعيمات زي ما قلنا، بس هو لو في دور برد او سخونية الافضل ان احنا نستنى دور البرد يخلص ودور السخونية وناخد مصل الانفلونزا. مين هم الناس اللي لازم ياخدوا المصل؟ زي ما قلنا الاطفال، كبار السن، الحوامل، المرضعات، الناس اللي مناعتها ضعيفة، اصحاب الامراض المزمنة، الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي. هم دول اكتر ناس لازم ياخدوا مصل الانفلونزا. وزي ما قلنا مصل الانفلونزا مش معناه ان انت مش هيجيلك برد او انفلونزا، لا هو هيجيلك، بس زي ما قلنا اعراض اقل، مدة اقل، وطبعا بيستجيب لاقل علاج. ده كان فيديو النهاردة بسيط عن مصل الانفلونزا، وضحنا فيه كل حاجة تقريبا عن مصل الانفلونزا انت محتاج تعرفها. لو عندك سؤال او اي شيء يخص مصل الانفلونزا سيبه لي تحت في التعليقات، هجاوبك عليه بسرعة ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو مفيد، اتمنى تكونوا استفدتم. يا ريت لو شايفين الفيديو مفيد اعمل لايك للفيديو، شير الفيديو، واشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.